السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفيني، انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. مبسوطة جدا اني معاكم، وان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقبل ما نبدأ الفيديو بنحب نقدم يعني تعازينا لضحايا الزلزال وضحايا الاعصار اللي دخل على ليبيا، والزلزال اللي كان في المغرب. ربنا يسترها يا رب يعني على الموجود، وربنا يشفي المصابين منهم يا رب، ويرحم المتوفين منهم يا رب، ويصبر اهلهم يا رب، وان شاء الله غمه وتزول ان شاء الله. وربنا يسترها يا رب علينا وعليكم يا رب، ويسترها ان شاء الله كده مع اهل اسكندريه كده ان شاء الله، ويعديها على خير. ساعات كده ان شاء الله وتعدي على خير، ونقول الحمد لله على كل شيء. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل حاجه حلوه بتيجي من عند ربنا. ونبدأ الفيديو ان شاء الله كده ونقول بسم الله. النهارده انا جبت سمك، اللي هو الفيليه. السمك الفيليه ده نوع قشر بياض. هو كده بيتباع بالكيلو كده، وجبت كيلو. وجبت بقى سمكه اللي هي ايه، ام عين واسعه دي كده، انا بحبها بصراحه. فقلت اجيبها كده يعني حلاوه تروح جنب سمك الايه، الفيليه. هو جابها لي مقطعه بصراحه، يعني ما اعرفش جابها لي مقطعه ليه، بس يلا مش مشكله هناكلها. تعالي بقى نبدأ التتبيلة بتاعتها. التتبيلة بتاعتها كانت ايه بقى؟ انا حطيت هنا الهريسة اللي انا عاملاها، اللي هي بالثوم، الفلفل الاحمر المطحون بالثوم، وحطيت عليها عصرة ليمون، وحطيت عليها معلقة مستردة كده حلوة كده، وحطيت عليها معلقة كمون، يعني كبيرة كده شوية، وحطيت عليها نص معلقة ملح، لان هي طبعا التتبيلة متبلة، يعني محطوط عليها يعني ملح وكده. بس كده. وحطيت عليها حبة خل صغيرين جدا. وبعد كده كنت انا بقى غسلت السمك كويس قوي ونضفته، ما نقعتوش ولا حاجه، انا بغسله بس. وطبعا ايه، هجيب بقى السمكه اللي هي المكرونه، اطلعها كده على الوش عشان تاخد ايه، يعني تاخد التتبيله كده من جواها كده. بعد كده هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض، وهركنهم على جنب شويه زي ما انتم شايفين كده. دي تتبيله سهله قوي للسمك. طبعا هي سهله عشان الحاجه عندي في الفريزر، يعني الشطه دي يعني بص ايدي ورجلي بصراحه في المطبخ. دلوقتي هعمل السلطه. انا ايه بقى، بحط ايه يعني معلقه صغيره كده من التتبيله دي اللي هي شطه على الثوم، وبحط بصلايه مفرومه ناعم جدا، ما يعني مبشوره ناعم قوي، وبحط طماطمايه برضو مبشوره ناعم. دي بيخلي ميه السلطه حاجه تانية خالص. وبحط عليها بقى ايه، معلقه ملح صغيره، نص معلقه كمون صغيره، نص معلقه اللي هي كزبره ناشفه برضو بحطها، وبحط معلقه مستردة، وبحط حبه خل وعصره ليمون. ده بيخلي ميه السلطه حاجه كده خطيره، بيبقى طعمها حلو قوي. تشربي الميه قبل السلطه. انا ماليش فيها بصراحه يعني، بس ايه، بدوق الميه بتاعتها. لو كان في خضره كمان كانت تبقى حلوه قوي، بس انا ما كانش عندي لا خضره ولا جزر بصراحه. يلا، الجوده بالموجود. يعني مش هنوقف الدنيا عشان ما عندناش خضره وجزر يعني. يلا، اي حاجه موجوده ان شاء الله ناكلها. الحمد لله على كل شيء، فضل ونعمه كله من عند ربنا. طبعا انا كده عملتها بقى، هسيبها بقى اغطيها كويس قوي، واحطها في التلاجة قبل ما اخلص الاكل. ليه بقى؟ لاني عشان تنزل ميتها بقى. انا ما بحبش احط لها ميه قوي، يعني ساعات احط لها ميه وساعات لا، بس انا المره دي ما حطيتلهاش ميه. بعد كده بقى في الوقت ده كانت بقى ايه، عرفت ان الميس بتاعت ابني جايه النهارده، يعني قبل بيوم، يعني هي ميعادها بكره لسه، فجت النهارده. فقلت ما اعمل لها حاجه حلوه كده على السريع، بحب احطها لها قوي يعني مع مع الشاي او القهوه او العصير او كده، بحب احط لها حاجه مسكره. فانا بقى حطيت هنا ايه، حطيت بقى كوبايه لبن. كوبايه اللبن دي اللي هي البودره، يعني حطيت معلقه لبن بودره كبيره، وحطيت مليت الكوبايه ميه، كوبايه صغيره، وكوبايه زيت صغيره، وكوبايه سكر برضو، وحطيت معلقتين كاكاو كبار، وحطيت كمان كيس فانيليا، وضربتهم كويس قوي زي ما انتوا بصوا شايفين كده. طلع السمك بتاعها تقيل وجميل ازاي. هحطه بقى في التلاجة يتقل عبالة ما اشوف هعمل ايه يعني معاها بقيه الوصفه يعني. بقيه الوصفه بقى انا حطيت هنا ايه، معلقتين زبده كده حلوين كده، وحطيت عليهم 3 معالق دقيق، وهفضل اقلبهم كويس قوي زي ما انتم شايفين كده لحد ما يعني ياخدوا لون، يعني مش ياخدوا لون كده، يعني ايه، يتحمر كده زي البشاميل بتاع المكرونه العادي كده، بس ده طبعا هيبقى مسكر. هفضل اقلبه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، اهو زي ما انتم شايفين كده. افضل اقلبها كده لحد ما بحس ان ريحه الدقيق طلعت. هحط بقى طبعا ايه، انا المفروض ما كنتش احط السكر. هو انا بصراحه حطيته وانا مش واخده بالي، انا اتفاجئت وانا بحطه.
انت ايه اللي جابك معايا في ايدي؟ لا المفروض احط اللبن. فحطيت المقدار ده خد النص كيلو لبن اللي هو كيس اللبن بخيره ده، حطيته كله. وحطيت عليه معلقتين سكر كبار. وافضل بقى اقلبها كويس قوي قوي قوي، دايما ما تسيبهاش خالص لحد ما قوامها يتقل ويبقى حلو قوي. على فكره ممكن كنت ازود السكر يعني عشان هي طلع سكرها، بصوا خفيف قوي كده وحلو قوي يعني، بسيط كده وطعمه جميل قوي. لو انتوا عايزين تزودوا السكر مفيش مشاكل يعني. هفضل بقى اقلبها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، بصوا سمكها تقل ازاي وبقت جميله ازاي. احط بقى هنا، طبعا انا ما بنتش في الفيديو بس انا حطيت كيسين فانيليا. بعد كده بقى اصبهم في الاطباق. طبعا لقيت الكبشه هنا كده جابت لي شلل في ايدي، لا قلت لها لا تعالي كده بقى ايه، اصب كده بالجزرولة كده زي ما انا بصب كده احسن لي بصراحه. عملت كميه صغيره كده يعني الميس بتاكل احنا بناكل جنب منها. قسمتها في الاطباق كده، طبعا ما مليتش الاطباق لحد الاخر لان انا لسه هحط عليها صوص الشوكولاته اللي انا عملته. هسيبها بقى تبرد كده بس يعني جنبي في المطبخ كده عبال ما الم بقى طبعا مطرح ما عملت كل ده. بصوا حطيت بقى كده ايه عليها صوص الشوكولاته كان تقيل ازاي. هحط عليها بقى صوص الشوكولاته كده كميه حلوه يعني على كل طبق. طبعا في الوقت ده انا كنت عملت الرز، بس للاسف كان النور قطع فمعرفتش اصوره. فانا عملته يعني بصراحه على ضوء الكشاف بتاع التليفون، ويعني الحمد لله خلص زي ما انتم شايفين كده. طبعا الرز عملته معاكم قبل كده فيعني ايه، معلش المره الجايه اصوره. طبعا مقادير الحاجات دي كلها انا هحطها دلوقتي على الوصفات دي هحطها دلوقتي على يعني جنب على الشاشه دلوقتي يعني اصبروا. حط بقى كده، لقيت بسكوت عندي باكو بسكوت لوكس حطيته، يلا ما يضرش يعني. كان طعمها حلو قوي قوي بصراحه يعني. هنا بقى جه وقت قلي السمك. انا هنا جبت يعني معيارين دقيق. المعيار الاولاني كده حطيت عليه معلقه صغيره من الكركم ومعلقه صغيره من الكاري ومعلقه صغيره من الملح، وحطيت عليه معلقه نشا كبيره، وحطيت عليه نص معلقه بيكنج باودر. ده في المقدار الاولاني. في المقدار التاني حطيت عليه الدقيق العادي ساده، ما حطيتش عليه اي حاجه تاني، وحطيت عليه معلقه نشا كبيره وحطيت نص معلقه بيكنج باودر. في المقدار اللي انا حطيت فيه البهارات حطيت فيه ميه زي ما انتم شايفين كده، وهفضل اقلبه لحد ما يبقى سمكه تقيل الى حد ما يعني ايه، زي الكريب كده. هفضل اضربه كده لحد ما انعمه خالص كده ودي يختفي خالص. انا لقيته هنا خف مني شويه فحطيت معلقه دقيق، مش هيجرى اي حاجه. ده بقى المقدار اللي ما فيهوش اي حاجه خالص. انا ما حطيتش هنا بهارات بصراحه لان انا متبله السمك قوي يعني يعني عشان طعمه ما يروحش. هبدا بقى هنا احط السمك. طبعا اللي كان جايبولي متقطع، فكان متقطع تقطيعه كبيره شويه يعني. هاخد منه بقى كده واحط في في الدقيق. طبعا انا حطيت اول مره حطيت كتير. بصوا شوفوا شوفوا يعني انا ما اعرفش غباء مني ولا ايه، انا معايا الشوكه، طب ما احط الشوكه في السمكه اللي مش عارفه ايه بايدي لازم بايدي. ما بعرفش اتفاهم مع الاكل بصراحه غير وانا كده لامسه الاكل كله. نعتذر بصراحه لسوء الاستخدام، بس انتوا مش غرب يعني. الحمد لله. ايديا نظيفه والله، نظيفه ومنضفاها كويس وكل شويه اغسلها يعني ما تخافوش. بصوا هنا طبعا عشان حطيت مقدار كبير في العلبه، فايه اضطريت ان انا يعني اخش بايدي شويه، لكن انا المره الجايه بعد كده هعمل من غير ما انا يعني اساعد ايدي كده بيهم. زي ما انتم شايفين كده. مش عارفه بايدي برضو معلش. والله انا لما بصور ما ببقاش حاسه يعني انا ايه، بخلص الوصفه عادي يعني هناكل بقى يعني خلاص. رجتين كده بصوا بقى خدت الكفر اللي انا عايزاه بصراحه. ما زودتش في العلبه فبقى احسن لي. طبعا الرجه دي احسن بكتير من ان اعمل بايدي. طبعا هنا بقى الزيت كان بيسخن وانا بعمل كل ده، فانا اختبرته كده. طبعا هنا الزيت سخن مش مغلي يعني، هو لما سخن انا وطيت عليه بقى وحطيت نزلت السمك عشان اضمن ان هو يستوي من جوه يعني. مع اني اصلا نوع السمك اللي هو بتاعت قشر بياض دي يعني بتشم الولعه تستوي بصراحه يعني سواها بيبقى حلو قوي.
زي ما انتم شايفين كده، شايفين عامل ازاي. طبعا هنا بقى بصوا الرز اللي انا قلت لكم ان هو سويته في الضلمه، ده بقى بصوا سويته ازاي بقى عامل ازاي خطير. تعالوا معانا والله العظيم. بألف هنا وشفا. وهنا بقى اطلع بقى كده، بصوا الرصه كده خلصت. طبعا الاضاءه هي اللي مغيره لونه، بس هو كان لونه خطير وناشف وجميل جدا. هنزل بقى الطاسه التانية، واحنا بنحدف في الزيت ما ننساش نقول بسم الله كده، نسمي بالله كده عشان ربنا يسترها معانا يا رب. بصوا بقى هنا، انا هنا طبعا ايه كنت دقت انا وتمارا بنتي واقفين. لازم ندوق ونشوف، يعني كان بصراحه سخن قوي مش عارفه امسكه. هنا بقى بعد ما خلصت بقى بصوا الكميه دي السلطه، وده بصوا زبده، والله العظيم السمك كان زبده، بس كان سخن قوي بصراحه. بصوا عامل ازاي. وده السمك المكرونه بتاعتي، سمكتي حبيبتي. وده الرز، ودي السلطه. هوريكم السلطه دلوقتي وميه السلطه بعد ما، يعني بعد ما قعدت شويه في السلطه في التلاجة. شفتوا الميه بتاعتها عامله ازاي. وبكده تكون وصفتنا خلصت. لو عجبك الفيديو متنسيش تدوسي لايك، تشتركي في القناه وتشجعيني.